في الطاسة هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة ومعلقتين كبار كده من الزيت. أول ما يسخنوا هنزل ببصلة متقطعة صغيرة أشوحها شوية لحد ما تدبل. أنزل بفصين من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر. أشوح التوابل مع البصل والثوم كويس، وأنزل بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم. نقلبهم كويس مع بعض وننزل بكوبايتين من المية المغلية ومعلقة صغيرة من السكر. وأول ما المية دي تغلي هنزل بنص كيس من أي نوع وشكل مكرونة بتحبوه، نص كيس يعني 200 جرام من المكرونة. ومستوى المية يبقى يا دوبك كده مغطي المكرونه، مش بنزود المية قوي، هنوطي عليها ونغطيها ومن الوقت للتاني كده نقلبها عشان ما تلزقش. وانا عايزاها توصل لتلات ارباع سوا، مش عايزاها تستوي سوا كامل. بعد كده بضيف لها كوبايه من كريمه الطهي ورشه بسيطه قوي من جوز الطيب، بتدي طعم حلو قوي. هقلبهم مع بعض كويس واضيف اي نوع جبنه بحبه. انا ضفت جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا. هنقلب كل حاجه مع بعض كويس والجبن كده تسيح وبس كده، وبكل سهوله بقى جاهز عندنا احلى مكرونه بصوص خطير. انتوا مش متخيلين ريحتها حلوه ازاي. هتقدموها بقى في الطبق وتدوا لها رشه كده من الزعتر وبس كده، وادي شكلها النهائي. مكرونه مش بتاخد دقايق كده في التحضير ومن غير سلق ولا خطوات كتير، كله كده في طاسه واحده. وهتاكلوا احلى مكرونه. تاكلوها بقى وهي سخنه جدا علشان تدفيكم في البرد ده. اهم حاجه وانتوا بتعملوها النار تبقى هاديه علشان ما تلزقش منكم ولا تعجن. مش قادره اوصف لكم طعمها حلو ازاي، لازم تجربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.